السلام عليكم، رجعنا تاني. طيب. آه دلوقتي زي ما احنا قلنا، احنا عايزين نكتر الاكزامبلز، ما نقعدش ناخد terminologies على الفاضي. فدلوقتي عايزين نشوف اللي احنا قلناه ده، الفيديو اللي فات بيتطبق ازاي. طيب، خلوني معلش انا قبل ما نخش على الكود برضو، معلش في حتة كده صغيرة لازم اقولها. دلوقتي في كذا فريم ورك هنشتغل بيهم ان شاء الله. اشهرهم جيمينيزيوم ده الحاجه اللي احنا بنimplement بيها او بنكريت بيها الانفايرمنت او الورلد بتاعنا. الستيب دي لو نجحت، لو انت عملت الانفايرمنت بشكل مظبوط، الريورد سيجنال مظبوطه، الايجنت فعلا بيشوف اوبزرفيشن معبره عن الستيت، في الحاله دي انت خلاص نجحت ان انت تقدر، او الريسيرش بتاعك عامه ان شاء الله بقى امر سهل. مفيش اسهل من الايجنتس او ان انت تكريت ايجنت. هنشوف الموضوع بيبقى اتفه من التفاهه ان شاء الله. بس هي الفكره كلها اللي بتاخد وقت وتفكير، اللي هي الايه، الانفايرمنت. وبرضه فكرتها سهله، يعني مش صعبه ان شاء الله. طيب. أم اول حاجه محتاجين نعرفها ان احنا عندنا كذا فاريشن من الانفايرمنتس او الورلدز. فاحنا هنبدا بابسط حاجه فيهم دلوقتي، الا وهي كل حاجه واضحه للايجنت، الستيت واضحه، مفيش حاجة مستخبية من الايجنت. يعني زي مثلا انا دلوقتي شايف اللي قدامي، بس محدش شايف اللي وراه، فاللي ورايا ده كله مستخبي عني. الايجنت اللي هو انا، في حاجات في الورلد مستخبية عني مش شايفها. او انت مثلا بتشوف مدى بصرك او الأوضة اللي انت قاعد فيها وما تعرفش ايه اللي بيحصل بره والحاجات دي كلها. احنا مش هنقسم الحاجات دي كلها. ابسط حاجة خالص، الايجنت شايف كل حاجة، الايجنت بيجيله observations واضحة والحاجات دي كلها. بس في ال implementation بيكون في فرق صغير ما بين الحتة الثيوريتيكال والحتة البراكتيكال. بمعنى ان الايجنت هنا عادة في ال deep reinforcement learning بياخد ال observation، ما بياخدش الستيت كلها. لان هو لو بينكود الستيت كلها، انت حرفيا محتاج ميموري عملاقة و computational resources عالية جدا، والتريننج ممكن ياخد سنة الله أعلم. فاحنا بنعمل ايه في الامبلمنتيشن؟ بنسميها observation، بتكون جزء صغير بيعبر عن الستيت. هنعرف الكلام ده in details دلوقتي. طيب، الباكج اللي هنستخدمها ان شاء الله عشان نكريت بيها الانفايرمنت، ان شاء الله برضو، يعني اول ما نمشي شوية حلوين في الحتة بتاعة الثيري والبراكتيكال بإذن الله، هنشوف اذا كان في بروبلم على كاجل مستدعي ان احنا نستخدم reinforcement learning، او لو حد فيكو عنده فكرة نطبقها ان شاء الله، بحيث برضو نتعلم ازاي نكتب بيبرز بشكل كويس، وازاي نببلش ان شاء الله في كيو 1 او في كونفرنسز كويسة. طيب. خلونا نبدأ بجيمنازيوم. طبعا انت اول حاجة جيمنازيوم دي فريم ورك بيكريت الانفايرمنت زي ما احنا قلنا. فتعالوا نشوف مثلا environment، او تعالوا نشوف ازاي الايجنت بينتراكت مع الانفايرمنت، بحيث ان هو يجيله فيدباك والحاجات دي كلها. فعندنا مثلا هنا environment بسيطة جدا، وليكن اللي هي كارت بول. دي ابسط واحدة، او مثلا اللي هي اللي كانت فاتت، اللي انت اول ما بتفتح جيمنازيوم بتلاقيها موجودة هنا. اعتقد دي اللي هي اللونار لاندر. طيب، ده بكل بساطة انت عندك مركبة فضاء بتحاول ان انت تخليها تركن ما بين العالمين دول. فاحنا زي ما احنا شايفين، هو يعني دي كنترول بروبلم. دي ميزة الانفورسمنت ليرنينج، ان هي زي ما احنا قلنا ملمسة في كل حاجة: الماكرو ايكونومكس، جيم ثيوري، الكنترول، اوبتمايزيشن اللي هو نون ديفرنشال اوبتمايزيشن او ديسكريت اوبتمايزيشن، الحاجات دي كلها. فاحنا بيكون عندنا هنا الروبوت ده او مركبة الفضاء عايزينها تنزل في الحتة دي.
بكل بساطة بعد ما تنستول طبعا الجيمنازيوم، اللي هو بيب انستول الجيمنازيوم، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها، تعالوا نجرب نشوف آه ايه اللي بيحصل. طيب، فاحنا رنينا هنا مثلا اللي هي اول واحدة خالص. طبعا هو دي environment already متكريتة، احنا مش هنعمل فيها حاجة، احنا كل اللي احنا بنعمله هنا دي بتبقى زي بنش مارك. يعني بنجرب كذا الجوريزم، وبنجرب الالجوريزم اللي احنا عملناه، وبنشوف الابروتش بتاعنا احسن ولا الناس اللي فاتوا، طب ايه السبب، الحاجات دي كلها. فدي اول واسهل بنش مارك موجوده، اللي هي اللونر لاندر. طبعا الانفايرمنت فيها كذا حاجه. طبعا اول حاجه خالص لازم تعمل لها ريسيت. هنا طبعا موجوده ريندر، احنا مش عايزين نرندر خالص، نقول له شكرا. طيب، الاي بي اي بتاعت جيمينيزيوم فيها تو اتريبيوتس مهمين جدا جدا جدا. تعالوا نشوفهم. وليكن مثلا هنا create your own environment، هنلاقي فيها الاوبزرفيشن سبيس، ده اتريبيوت مهم جدا لازم نعمل له override. يعني في الفريم ورك ذات نفسه اللي احنا بننهرت منه، لما احنا بنكريت هنا دي environment احنا مكريتينها، فلازم نوفررايد الاوبزرفيشن سبيس الموجوده والاكشن سبيس. دول اهم حاجتين لازم تعمل لهم definition في الكونستراكتور بتاعك. تمام. طيب، دي كده اهم تو اتريبيوتس موجودين في اي environment، الاوبزرفيشن سبيس والاكشن سبيس. تعالوا نشوف. لو انا جيت شفت الاوبزرفيشن سبيس بتاعتي بتاعت اللونر لاندر، سوري، هلاقيها عبارة عن بوكس واخد الدايمنشنز دي كلها. لو انا جيت قلت له مثلا دوت سامبل، دوت سامبل، فهنا دي الاوبزرفيشن بتاعتي. طيب، الاوبزرفيشن دي اللي هي في اللونر لاندر بتعبر عن ايه؟ طيب، آم، اعتقد اللي هي الاكس والواي والزد كوردينيتس، وتقريبا السرعة بتاعت الروبوت، انا مش متأكد قوي للاسف، ناسيها طبعا. بس يعني المفروض ان هي حاجات بتدل على الايجنت، وليكن مثلا ان هو بعيد قد ايه عن الارض. أم، الحاجات دي كلها احنا ممكن حتى أه، يعني دي ممكن تبقى هوم ورك او حاجة تشوفوها. بس هي في الاخر خالص عبارة عن observation الايجنت، بتعرفه هو ايه الستيت بتاعته، او هو عامل ايه في الانفايرمنت. فده كده المفروض الفيدباك او سامبل من الفيدباك اللي الايجنت ممكن ياخده. طبعا في حاجة تانية عندي اللي هي الاكشن سبيس. انا بكتب طبعا الكيبورد بايدك، فمش شايف قوي. الاكشن سبيس بتاعتي زي ما احنا شايفين عبارة عن ديسكريت. انتوا شايفين هنا التايب انت 64 او انتجر. فوانس ان انت لقيت انتجر، اعرف ان انت بتتعامل مع discrete action space. يعني ايه الفرق ما بين discrete والcontinuous؟ يعني انت هنا في الديسكريت بتكون حاجة يعني values ثابتة او integers ثابتة. يعني مثلا وليكن هنا بيحاول ان هو يجي يمين يجي شمال، يبطأ يسرع، حاجات كده. في حاجات يعني discrete، فاهمين قصدي اللي هو ايه؟ مش حاجة continuous. يعني مش مثلا يجي شمال بزاوية مثلا 30 درجة. وانس ان انت بدأت تتكلم في الزوايا او في الانجلز او الحاجات اللي هي الفاليوز الكونتينيوس، اللي هي مش موجودة أو مش انتجر، فكده اصبحت continuous action space. طيب، هنلاقي هنا السبيسز بتاعتي كلها الموجودة في الفاندمنتال سبيسز. البوكس دي اللي هي بتعبر عن الكونتينيوس اكشن سبيس. يعني ايه continuous action space؟ زي ما انت شايف هنا كده، عبارة عن interval او بتاخد interval من A ل B، او من value minimum ل value maximum. وممكن تاخد من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي. يعني انت مثلا بتسوق عربية، فعايز تحود الدركسيون بزاوية 64.53 مثلا،
او 65.2. فالحاجات دي كلها continuous action values، فانت بتتحكم في الدركسيون بتاعك او في الزاوية بتاعته بالاكشن سبيس اللي اسمها بوكس. دي بتعبر عن القيم الكونتينيوس. حاجة برضو ثابتة في الفريم ورك بتاع جيمينيزيوم، ان انت لما بيكون عندك آه، اي سبيس موجودة، اذا كانت فاندامنتال او كومبوزيت، هنشوف الحاجات دي كلها. يعني الحاجات دي كلها احنا بنعدي عليها كده، بس هتوضح اكتر مع الاكزامبل ان شاء الله. احنا كل اللي هنعمله هنعمل كيس فعلا حقيقية، ولو في اي حد فيكو عنده ريسيرش توبيك او حاجة يكتبها، ممكن ان احنا نتعلم كلنا مع بعض. فالفكرة كلها ايه؟ ان انا بيكون عندي سبيس فيها كذا فانكشن ثابتين، اولهم واهمهم اللي هي السامبل. انت زي ما احنا شفنا هنا كده، احنا من سامبل من الاكشن سبيس، فهو كده الايجنت خد وليكن جاله اوبزرفيشن المنظر الفلاني اللي هو ده، فراح واخد الاكشن ده. يبقى هو كده بيتعلم ازاي ماب البوليسي بقى. البوليسي بتاعت الايجنت بتماب الاوبزرفيشن اللي هو شايفها او الفيدباك اللي جاله بالاكشن اللي المفروض ياخده. دي كده البوليسي بتعمله. البوليسي في الاول وفي الاخر عباره عن زي طريقه تفكير او طريقه ديسيشن ميكنج للايجنت. تمام. طيب. آم، هنشوف بعد كده الماسك. دي برضو ارجيومنت مهم جدا جدا جدا، هنشوف بيتعمل ازاي. دي مرحله يعني ادفانسد شويه، او تاني ستيب. تاني ستيب بعد الفاندامنتالز ان شاء الله هناخدها. دي لما انت بيكون عندك invalid actions في الاول. يعني ايه؟ يعني وليكن انت بتلعب جيم شطرنج في الاول، ما ينفعش تروح واخد الوزير وتروح مموت له بيه حصان في اول الجيم ومفيش اي قطعة اتحركت. لازم الاول تطلع عسكري، وبعد كده مش عارف تطلع او تطلع حصان او ايا كان، بس المفروض يكون في invalid actions. دي بتعمل لها آه زي forbidden بالارجمنت اللي اسمه ماسك. وطبعا السيد علشان الريبريدوسيبيليتي والباوندد والحاجات دي كلها هنعرفها قدام. تاني اكشن سبيس عندنا اللي هي discrete، زي ما احنا قلنا ان انت عندك حاجة متقطعة، values متقطعة. زي ايه مثلا؟ زي انت مثلا بتحاول آم، وليكن ان انت تلعب بينج بونج، او تلعب اللي هي اللعبة اللي هي كانت بالكرة والمضرب دي. فانت يا اما بتتحرك بتدوس الزرار اليمين او الزرار الشمال. في كلمة او وعدد احتمالات قليلة بتتعد، فانت كده يعني بتتعامل مع حاجة discrete. او زي مثلا ايه ممكن نقول؟ آم، الشطرنج مثلا. انت برضو الشطرنج ده discrete action space، لان انت بتحرك العسكري وليكن خطوة او خطوتين، او بتحرك مش عارف ايه قطعة بتتحرك كذا والحاجات دي كلها. فانت عندك هنا برضو discrete action space. في بعد كده طبعا المالتي discrete، طبعا نفس كل حاجة. يعني هتلاقي السامبلينج طبعا دي اهم فانكشن، وفيها الماسك. الارجيومنت ده مهم جدا. وهتلاقي السيد عشان الريبريدوسيبيليتي والحاجات دي كلها. وهتلاقي مالتي باينري دي سبيشال كيس من اللي فوقيها، اللي انت عندك يا اما زيرو او 1 بس متكررين كذا مرة على كذا دايمنشن، زي ما انت شايف كده. يعني عندك 0 1 0 1 0 1 على كذا دايمنشن. دي مثلا لو انت عندك سويتش، او وليكن ارم باندت، او لسه هنشوف الحاجات دي قدام يعني ان شاء الله. بس دي نادرا ما حد بيستخدمها. يعني انا عمري ما شفت حد مستخدم مالتي باينري دي في حياتي ابدا، بس هي موجودة. المالتي ديسكريت دي برضو مشهورة جدا، ان انت بيكون عندك ديسكريت اكشنز على كذا دايمنشن. زي ما احنا شايفين هنا، لو واحد بيلعب اتاري او كنترولر مثلا، فعنده اول ديسكريت اكشن سبيس اللي هو زيرو او اب او رايت او داون او ليفت، الحاجات دي كلها. عنده تاني بوتون بيعمل باس او بيعمل مش عارف ايه، الحاجات دي كلها. فانت عندك وليكن كذا زرار وكذا زرار، كل واحد فيهم بيعمل كذا اكشن. فهي عبارة عن زي discrete action space، بس واخدة كذا دايمنشن. دول كده تقريبا. أو في طبعا تكست لو انت بتتعامل مع شات بوتس او حاجة بتجنريت تكست يعني، دي برضو موجودة.
مستخدمة أكتر حاجة شفتها في ال generation بتاع drugs. في representation لدراج اسمه سمايلز، بيجنريتوا بيه آم، زي تكست، فبيستخدموا الاكشن سبيس دي. اعتقد دول كده الفاندامنتالز. في طبعا الكومبوزيت. الكومبوزيت اهم واحدة فيها اللي هي الديكشنري، الديكت. دي مهمة جدا جدا جدا. بتقدر ان انت زي ما انت شايف هنا، لو عندك آم، كذا اكشن سبيس، وليكن هنا عندك مالتي ديسكريت وعندك ديسكريت، فانت بتحطهم في ديكشنري وبتعرف كل واحدة. يعني هنا مثلا الاكزيت كنترولر، هنا مش عارف عندك بعد كده السيستم تشيكس اللي هي مالتي باينري، عندك الجوب ستيتس وليكن تاسك بروجرس والحاجات دي كلها. فده بيكون ديكشنري. بس طبعا في الاخر خالص في التريننج بيحصل له حاجة اسمها فلاتن. هنشوف لسه الحاجات دي كلها اول ما يوصل الامبلمنتيشن. بس بنتعرف على البيزكس. طبعا كل فانكشن فيها السامبل والسيد والحاجات دي كلها. التابل شبه الديكشنري شوية برضو، زي ما احنا شايفين كده. تقدر تاخد discrete وبوكس، الحاجات اللي هي بيحصل لها representation كتابل. دي برضو نادرة شوية، ما شفتش حد يستخدمها يعني خالص يعتبر. طبعا عندنا بعد كده سيكونس. السيكونس برضو نادر آه شوية. وطبعا في جراف. جراف اهو. ده بقى يعني حاجة نظرية، او مش نظرية، هي موجودة بس دي ما شفتهاش خالص خالص. يعني ما شفتش حد مستخدمها نهائي. حتى الناس اللي هي بتعمل جراف جنريشن، في بيبر كنا عاملينها قبل كده اتنشرت الحمد لله في اي تريبل اي اكسس. كانت جراف جنريشن. كنا مستخدمين مالتي ديسكريت اكشن سبيس. فنادرا لما حد يستخدم الجراف اكشن سبيس، بس هي موجودة. وان اوف انا معرفهاش، دي لسه تقريبا جاية جديد. يعني المهم، الدوكيومنتيشن بتاع الجيمنازيوم ده مهم جدا يا شباب. يعني معلش، وانتوا بتتعلموا او انتوا بتقروا اي حاجه محدش يستخدم شات جي بي تي الحاجات دي. اقسم بالله العظيم في الفيلد بتاع ريسيرش على الاقل، اقسم بالله بتعمل كوارث. لان الريسيرش بتكون فكره جديده، انت بتعمل كونتريبيوشن، وال ال ام ما بيكونش شايف الحاجه دي قبل كده. فوالله والله والله العظيم بيعمل كوارث. وفي ناس اعرفها اقسم بالله العظيم مثلا بقالهم سنه ونص قاعدين على شات جي بي تي، والله العظيم لحد النهارده مطلعه بيبر. ولحد النهارده الكود بتاعهم فيه غلطات، اقسم بالله العظيم. فما تعتمدوش عليه نهائي. احنا هنتعلم كل حاجة وهنشوف ان شاء الله وهنكود مع بعضينا. وهوريكم حتى ال LLM بنستخدمه في ايه، بحيث ان انت الريسيرش بتاعك يكون روبست ان شاء الله، تعمل حاجة نظيفة فعلا. وان شاء الله ان شاء الله طبعا يعني النشر والحاجات دي كلها بتبقى ارزاق من عند ربنا. ان شاء الله يعني فرصتها تكون كويسة وربنا يكرمنا كلنا ان شاء الله. طيب، دي كده الاكشن سبيسز الموجودة اللي انت تقدر تستخدمها. مش بس في الاكشن سبيسز، ممكن كمان في الاوبزرفيشن سبيس. يعني وليكن انت بتوبزرف حاجات مثلا في العربية، وليكن مالتي ديسكريت. انت بتوبزرف مثلا العداد بتاع السرعة، آه، او مش عداد السرعة بقى، ممكن فرامل ايا كان. المهم انت بتوبزرف برضو من السبيسز دي. فالسبيس او الحته اللي هي بتاعت السبيس او الموديول بتاع السبيسز الموجود هنا ده انت بتستخدمه في الاوبزرفيشن عشان تبيلد بيه اوبزرفيشن للانفايرمنت اللي عندك، وتبيلد بيها الاكشنز اللي موجوده. طيب، كل اللي انت بتعمله ان انت في الاول خالص احنا قلنا تو اتريبيوتس مهمين اللي هم الاوبزرفيشن والاكشن سبيس. في تو فانكشنز بقى مهمين او تو ميثودز موجودين في الكلاس بتاعك اللي انت بتكريته في الورلد بتاعك، مهمين جدا لازم تعمل لهم اوفر بنفس الطريقه. الا وهم الريسيت فانكشن. دي لازم اول ما تعرف ال اول ما تعرف ال او تاخد سوري انا اسف انستنس من الانفايرمنت بتاعك، لازم تاني واحده على طول
تاني حاجة تندهر هي الريسيت، زي ما احنا عملنا هنا. احنا هنا عرفنا اول حاجة الانفايرمنت، تاني حاجة رحنا مستدعيين ريسيت على طول. ليه؟ لان هي بترد علينا باول حاجة، زي ما احنا شايفين هنا ردت علينا بحاجتين. اول واحد ده خالص، ده اللي هو الانيشال ستيت او الانيشال اوبزرفيشن. تاني حاجة هنا شايفين ديكشنري فاضي، هو المفروض ما يبقاش فاضي، بيبقى فيه ده الانفو او الانفورميشن بتاعت التايم ستيب اللي انت فيها. بتحط فيها شوية حاجات مهمة للمونيتورنج، ممكن تسيبه فاضي. بس انا شخصيا بحب احط مثلا في وليكن اي حاجة مفيدة، يعني اي حاجة بتعمل مونيتور للتريننج بحطها جوه الديكشنري اللي هو اللي موجود هنا ده. فدول تو، يعني اول ميثود، سوري انا اسف، اللي هي ريسيت. تاني ميثود اللي هي الستيب. الستيب دي بتاخد الاكشن وبتابلايه في الانفايرمنت. يعني زي ما احنا شايفين هنا، هي خدت الاكشن اللي الايجنت متعلمه من البوليسي. هنشوف ازاي نعمل بوليسي وازاي نكريت النيورال نتورك بتاعتها، دي مفيش اسهل منها ان شاء الله. بياخد الاكشن، او الفانكشن دي بتاخد الاكشن وبتابلاي للتشينج ده. فهي راحت واخده الاكشن وعامله الدايركشن الجديد بتاع الروبوت اللي احنا شايفينه هنا، بتاع اللونر لاندر. فهي راحت واخده الاكشن من الايجنت ومحركه الروبوت بناء عليه، ومرجعه اوبزرفيشن اللي هي اللي احنا شفناها هنا. فهي دي الستيب فانكشن، بتروح مرجعه، سوري، بتروح عامله الاكشن وايه، ورد عليه ب اوبزرفيشن. بكل بساطه اهو، ادي انف وليكن اكشن سبيس دوت سامبل. ده كده اكشن عشوائي مش متعلم. تمام، احنا هنشوف بعد كده ازاي بنريبليس الحاجه العشوائيه دي ونسميها اكشن او راندوم اكشن. طبعا انا مش عارف انا بكتب ايه، انا الكيبورد بعيد عني جدا، بس مش مهم. طيب احنا عايزين نشوف احنا ازاي، اكشن برضو غلط، ما علينا. عايزين نشوف ازاي بنريبليس الراندوم اكشن ده باكشن فعلا ليرند او تريند جاي من البوليسي، او سوري بيسموها ايه، سامبل من البوليسي. بس احنا دلوقتي خلينا نكسبلور الاول الورلدز، وبعد كده واحده واحده ان شاء الله على الايجنتس. فادي راندوم اكشن اللي هو integer 0. فهروح جاي عند الانف، لو انا عايز ابلاي الاكشن ده هقول له انف دوت ستيب، واديها الاكشن. انا كنت عامله كان اسمه راندوم اكشن، سوري انا اسف، اللي هو راندوم اكشن. ردت عليا زي ما احنا شايفين بالفيدباك الجديد. طيب ايه الفيدباك بقى اللي هي ردت بيه ده؟ طبعا زي ما احنا شايفين اول حاجه هنا دي الاوبزرفيشن او النكست اوبزرفيشن. يعني زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، راح ترد عليا بالنكست اوبزرفيشن اللي هي state at t plus 1، اللي هي next state اللي هي دي. تاني حاجة ردت عليا هنا الريورد، زي ما احنا نفس الصورة ردت عليا بالايه، بالريورد. يبقى خدت من الايجنت، سوري، خدت من الانفايرمنت اول ما ابلايد الاكشن، ردت عليا بالنكست ستيت والريورد اللي انا خدتها، اللي هم دول. طيب ايه فولس فولس دي بقى؟ في تايبس من الورلدز بترمينيت بعد فترة معينة. زي مثلا ايه؟ زي اللونر لاندر او الانفايرمنت اللي احنا شغالين بيها، بتنتهي اول ما الروبوت يقع على الارض او يلاند على الارض، سواء بقى الروبوت ده مات او سوري اتكسر، او نجح في مهمته. ففولس معناه ان هو لسه ما وصلش، هو لسه متعلق في السماء، او لسه الابيسود شغاله. طيب في عندي اتنين، واحده للترمينيشن واحده للترانكيشن. الترانكيشن دي اللي هي حاجه حصلت ادت لفيلر، يعني مثلا الروبوت فرقع قبل ما يوصل الجول بتاعه، او وقع في حته بعيده خالص، بعيده عن الجول. فهنا ترانكيت، اللي هو بتقول له خلاص كفايه لحد هنا، قبل ما توصل مش مهم، انت كده كده خلاص خسرت. وقف وعيد تاني من الاول. فالمفروض اللي بيحصل
لما دول واحدة فيهم تبقى true، ان انت بتعيد الانفايرمنت تاني، بتعمل لها ريسيت من الاول، وبتبدأ على نظافة من الاول خالص. فاول واحدة هنا الترانكيشن، اللي هو حاجة حصلت قبل ما توصل للجول بتاعك. الترمينيشن اللي هي انت خلاص كده وصلت للجول بتاعك وخدت الريورد بتاعتك، فبترمينيت الابيسود، وبرضه بتستارت واحدة جديدة. طبعا زي ما احنا شايفين الديكشنري ده فاضي، بس زي ما احنا قلنا احنا ان شاء الله في الامبلمنتيشن بتاع الورد بتاعنا هنعمل له هنملاه يعني بحاجات. كده ان شاء الله خلصنا اول جزء النهارده. اتمنى ان شاء الله تراجعوا ورايا، لو قلت اي حاجه غلط صلحولي. آم، بحيث ان اللي احنا عايزينه فعلا ان انهانس الساينس كوميونيتي في الوطن العربي كله. آم، للاسف يعني بتكلم طبعا عن مصر، في كونفرنسز كويسه تتعدى على صابع الايد الواحده، بس للاسف في كونفرنسز كتيره جدا مستوى البيبرز مش مبشر يعني. فاحنا عايزين ان احنا فعلا نطلع، لان لو في امل في الوطن العربي فهو جاي من الشباب يعني، او جاي من الناس عامة. فاحنا عايزين ان احنا نرفع كفاءة الناس ان شاء الله. ولو قلت اي حاجة غلط صلحولي في الكومنتس ان شاء الله. ولو في اي حاجة انا مثلا مسرع الريتم قولي لي، بطأ شوية قولي لي، عايزين نراجع على حاجة معينة يعني، ادوني برضو فيدباك بحيث اعرف الدنيا عاملة ازاي ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا ان شاء الله. كده احنا النهارده عرفنا ازاي نكريت، او مش نكريت، سوري انا اسف، عرفنا يعني ايه وورلد عامة. فهمنا يعني ايه فيدباك جاي من الانفايرمنت او الوورلد ده. فهمنا يعني ايه اكشن. خدنا شوية بيزكس قوي في الجيمنازيوم انفايرمنت. المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نتوسع اكتر، ونشوف أم، يعني terminologies تانية مهمة غير الأكشن والأوبزرفيشن والورلد والإيجنت والكلام ده كله. هنشوف يعني إيه policy، وهنشوف ال value function وال Q function عبارة عن إيه. بعد كده إن شاء الله هنشوف implementation بسيط. أو قبل ال implementation بقى يعني برضو هنخش شوية في حتة إزاي بنسامبل الأكشنز، إزاي بنintegrate بايتورش مع الديستريبيوشنز عامة، يعني ازاي بنسامبل بديستريبيوشن من بايتورش لل الانفايرمنت بتاعتنا. وهنتاتش برضو على environment تانية او framework تاني انا اسف اسمه stable baseline 3. ده فيه agents جاهزة بس مش flexible قوي، فالأحسن إن احنا نتعلم برضو ازاي نimplement ال agents بنفسنا. أتمنى تكونوا استمتعتوا إن شاء الله. أي فيدباك قولولي، وقولولي لو انتم محتاجين أي حاجة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله.